تعالَ أقول لك إيه هي التصريحات اللي بتضايق الناس من دكتور زاحف. أول حاجة بتضايق زمايله منه اللي هو محتكر الإعلام. يعني إيه محتكر الإعلام؟ بالنسبة للناس اللي شغالين في الآثار، من 2011 هو اللي بيظهر في كل القنوات الإعلامية، هو اللي بيتحدث على الآثار المصرية، هو اللي بيتحدث على الاكتشافات، حتى لو الاكتشافات دي مش هي اللي تخصه. فهو عشان بيتشاف كتير، فبقى هو مطلوب كتير في البرامج الإعلامية، فدي حاجة بتضايق الناس منه. وليه برضه مرة تصريح قالوا في لقاء، قال لك إحنا لازم نقفل ميكروفونات الجوامع ساعة الصلاة عشان نحافظ على السايح. وطبعا الناس طلعت هجمته، يعني الناس طلعت صرخته، بس هو نفسه هو راجل مسلم، يعني بيطلع في حاجات كتير بيستشهد بآيات قرآن. في تصريح تاني بيتحرف ليه، في تصريح تاني دايما هو بيتحرف ليه، اللي هو بيقول فيه لا دليل على وجود أنبياء في مصر، ده التحريف. لكن هو تصريحه الحقيقي لا يوجد دليل أثري على وجود أنبياء في مصر. مش دليل بس، هما بقى بيشيلوا كلمة أثري، لا يوجد دليل على الأنبياء في مصر، فالناس تشتم.